السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنعمل في الفيديو ده سندوتشات تنفع للفطار والعشاء، وكمان هنفرز البطاطس. كان عندي بطاطس، والمشكلة ان هي بتزرع عندي على طول. المفروض ان البطاطس اول ما تزرع ممنوعة يعني تتاكل خالص. قشرت كمية البطاطس اللي انا مثلا هفرزها وغسلتها، سبتها في ميه. هقطعها يعني صوابع متوسطه، ما تخليهاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، يعني ايه صوابع وسط كده. وكمان هتبقى احلى لو هي بطاطس تحمير، يعني بطاطس التحمير ماليه السوق الايام دي، ومش عارفه، انا مش عارفه سعرها كام بصراحه. فانت استغلي الظروف دي. اول ما تلاقي يعني رخصت شويه، اول بطاطس لما تلاقيها كده اللي هي بتبقى زي المرمله كده، او اللي هي المقرمشه اللي بتبقى بطاطس تحمير او زبونتا زي ما بيقولوا، استغلي الفرصه وهات شويه وفرزيهم. بتوفر عليكي من الوقت. هتصحي مثلا تاخدي كيس للفطار او في نص اليوم، فهتوفر عليكي كتير. اللي شجعني ان انا هفرزها يعني توفير الوقت والجهد. وكمان انا بحب اعمل شوية تجهيزات كده، يعني مثلا كل شهر بعمل شوية تجهيزات، لو مش كل يوم يعني كل كام يوم كده اعمل شوية حاجات واسيبهم في الفريزر. بعد ما نقطعها هنشفها كده كويس جدا علشان النشا اللي فيها. لو عندك فوطة بقى هتفردي الفوطة على الصينية او مناديل او اي حاجة، المهم ان انتي تنشفيها كويس جدا. وبعد كده بقى معايا طاسة على النار. انا هاخدها يعني نص قلية، يعني دقيقتين كده بس في الطاسة. اول ما تحسي ان لونها بقى شفاف هشيلها على طول. احنا مش هنقليها، احنا عاوزينها بس الزيت هيبقى زي مادة حافظة ليها، عشان لما تطلع ونقليها تبقى مقرمشة. البطاطس اللي احنا بنشتريها اللي هي جاهزة على التحمير على طول بتبقى بيعملوها بنفس الطريقة دي. وفي طريقة تانية عملتها قبل كده بس دي بتبقى احلى، رغم ان الطريقة التانية صحية. مية مغلية بتخلي البطاطس تغلي فيها كده غلوتين، وخلاص على كده بتطلعيها برضو على مناديل وتسيبها تنشف خالص، وبتدخليها الفريزر وتسيبيها تتلج. وبعد كده بنحطها في اكياس. فرشت كده ورق من الزبدة، او هتفرشي مناديل وتطلعي عليها البطاطس. يا مناديل يا ورقة من الزبدة وتطلعي عليها البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، زيت سخن. سيبيها تبرد تماما وبعد كده تدخلها الفريزر. وتاني يوم هتجيبي تطلعي بقى من الفريزر كده وتجهزي اكياس عندك. انا مثلا يعني الكمية دي عملت معايا مثلا 5 اكياس. ال5 اكياس دولت عاملة لكل كيس، يعني ايه، كل طبق في كيس. مثلا هطلع الكيس على قد الطبق بطاطس مثلا. فبتبقى طريقة سهلة جدا، بتوفر عليكي، جه عليكي وقت انتي تعبانة ومش قادرة تقومي تعملي حاجة، فيكون الطريقة دي يعني طريقة سهلة وبسيطة. انا بحب التفريزات وبحب التجهيزات بصراحة تكون عندي في الفريزر او موجودة. يعني انتي برضو بتعملي حسب مقدرتك وحسب ظروفك. بس صدقوني التفريزات والتجهيزات دي بتوفر عليكي من الوقت كتير جدا. جه عليكي وقت انتي تعبانة مش قادرة تقومي تعملي اي حاجة، فاي حد في البيت هيطلع كيس بطاطس ويقليه جنب اي اكل. وفي حاجة كمان، يعني لو عندك اولاد، يعني عودي اولادك يساعدوكي في البيت. علميهم كل حاجة علشان برضو لما تكوني تعبانة هم هينفعوكي. فلو عندك بنوتة كده ولو ولد كمان، وبالأخص البنت، يعني اشركيها دايما في شغل البيت وخليها تقف معاكي في المطبخ علشان تتعلم منك كل حاجة. وربنا يهدي أولادنا جميعا. كده بقى خلصتهم وادخلهم الفريزر تاني. قلت بقى هعمل سندوتشات او فينو. العجينة دي تنفع فينو او خليط نحل او اي مخبوزات انت حابة تعمليها. عجينة طرية وهشة، عجينة قطنية جدا. هجيب 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهستخدم ورشة ملح طبعا. وهستخدم كان عندي علبة زبادي حطيتها على شوية من اللبن وقلبتهم مع بعض. هقلب كده خليط الجاف مع بعضه، الخميرة والدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح. عايزة تعملي كيلو دقيق وتضاعفي الكمية وتحطيها في الفريزر حسب راحتك انت. خدت كده الزبادي واللبن هقلبهم مع الدقيق، وحاطه وعندي ربع كوباية من زيت الزيتون.
انا هستخدم هنا مية دافية برضو اكمل بيها العجن. احنا بنستخدم المية او السوائل حسب الدقيق لحد ما يتلم معاكي. عجينة سهلة وبسيطة وهتشكلي منها كذا تشكيلة. انا جبت كده قطعة من الزبدة في الاخر مع العجينة، بتخلي العجينة طرية وحلوة. لو مش عايزة مش مهم خالص، هو اساس العجينة ان انت تحط فيها يعني ربع كوباية من زيت الزيتون او ربع كوباية من اي زيت عادي جدا. الفطاير دي بتكون يعني منقذة يعني زي ما بيقولوا. برضو في ناس بتعمل كمية وتسيبها في الفريزر وتطلعيها على التسخين. كده العجينة بتاعتنا هسيبها ترتاح. الحشوات بقى، لم الحشوات اللي عندك في التلاجة، سواء شوية جبنة، شوية لانشون على جبنة موتزاريلا على جبنة، بصوا دي جبنة عادية خالص، جبنة اللي هي العلب دي بس يكون نوع كويس. انا هاخد بقى قطعة من الجبنة من العلبة اللي انتوا شفتوها دي، وهحط عليها كده معلقة زعتر صغيرة. عايزة اقولكم الزعتر بيخلي طعمها حلو قوي. وهضيف عليها قطعتين من الجبنة المثلثات. خلطة الجبنة دي يا جماعة عايزة اقولكم طعمها تحفة. جربوا كده في اي قطعة جبنة ترشوا عليها زعتر. انا بحب الزعتر يعني عامه. وجهزت بقى الحشوه التانية. اي حشوه انت حباها، عاوزه تحشيها لحمه مفرومه، عايزه تحشيها جبنه بس، عاوزه تحشيها فراخ، مش عايزه تحشيها حاجه خالص، طبعا براحتك. ممكن تبقى هي مثلا مستويه زي الفينو كده، وعادي تعملي سندوتشات بيض او بطاطس زي ما تحبي. هقسم بقى العجينه نصين كده. هعين قطعة منها وهعمل القطعة التانية. هعملها زي الرول كده، وهبدأ ان انا اقطعها كده، احاول اخليها كده قطع متساوية. وارش، اهم حاجة ترش دقيق لان العجينة دي طرية جدا. كمان انا حاطة فيها معلقة خل صغيرة. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح. وهضيف كمان بياض بيض. هاخد بياض البيضة اعجن بيه، والصفار هدهن بيه الوش في الاخر. وعلبة زبادي وشوية لبن، او تعجني بمية بس حسب ما انتي عايزة. الزبادي بيخلي العجينة حلوة وطرية، وكمان يعني هي عجينة مغذية بصراحة، فيها بيض وفيها خل وفيها زبادي وفيها لبن، زي ما تحبي بقى. يعني ممكن ما تعجني بمية بس الزبادي بيبقى حلو في المعجنات عامة، بيخليها طرية. بعد ما سبتها اختمرت شوية، هكور القطعة الأولى اللي أنا خدتها وهسيبها يعني ترتاح حاجات بسيطة. هي عامة العجينة كانت مختمرة وطرية وهشة جدا بصراحة، يعني عجينة طرية جدا. المكونات اللي فيها والزيت اللي فيها كمان مطريها. المهم ان انت تعجني فيها كويس زي ما انت شفتني كده وانا بعجنها على الرخامة، علشان تبقى عجينة ناعمة معاكي وطرية. هاخد كده اول كورة هعملها يعني مش هفردها، مش هخليها مدورة، يعني اخليها مطولة شوية علشان اعملها زي الفينو كده، رول فينو. وطبعا قلنا الحشوات اللي انتي حباها، مش عايزة تحشيها خالص، فحسب راحتك انتي، حسب الحاجة المتوفرة عندك. انا بديك افكار، بس انتي بتعملي يعني الحاجة اللي تبقى على قدك، الحاجة اللي موجودة عندك. وربنا يرزق الجميع يا رب. اي حشوة عندك، عاوزة جبنة بس، يعني اللي بالجبنة اللي بالزعتر دي طعمها حلو قوي. جربوا كده يعني تهرسوا حتة جبنة كده وتحطوا عليها رشة من الزعتر، بجد خلت الطعم يعني حلو قوي. عملت كده رول، وبحاول ان انا امسك العجينة في بعضها عشان ما تفكش. رشيت رشة من دقيق السميد في الصينية عشان مش بيخليها يعني تلزق، وبيخليها حلوة من تحت كده. بعد كده هاخد الكرة التانية اعمل اللي انا عملته في الكرة الاولانية، هعمله في دي برضو. بتفرديها كده زي ما تعمليهاش دايرة علشان تتلف، تبقى شبه رغيف الفينو في الاخر. بصراحة العجينة دي هشة وحلوة قوي. عايزة تعملي فينو منها وبدون حشوات اعملي، فهي حلوة، هي عجينة حلوة. وطبعا يعني دايما بقول لكم اعملوا كل حاجه في البيت. انت ممكن تعملي كوبايتين دقيق بس حسب مقدرتك يعني، او حسب مجهودك، يعني زي ما انت عايزه يعني. المهم ان انت لما بتعملي المخبوزات في البيت بتوفر عليكي، يعني بتوفر عليكي في كل حاجه، في النظافه، في الجوده، في الفلوس، في كل حاجه. ممكن تعملي كميه كيلو دقيق وتشيلها في اكياس زي ما هوريكي دلوقتي، وتعينيها في الفريزر عادي، بتطلعيها وقت الاستخدام. مثلا بتطلعي في الفطار لكل فرد مثلا رغيف فينو، سواء محشية او فاضي، او انت هتعملي الفطار يعني، وكل واحد ياخد رغيف فينو. بتطلعيها من الصبح بدري او من بالليل، وبتسخنها الصبح، يعني بتبقى كأنك لسه عاملاها بجد، يعني طعمها مش بيغير، وبتبقى بجودتها وبكل حاجة.
فهتوفر عليكي برضو كتير. كل حاجة بتعمليها في البيت فبتوفر عليكي برضو كتير. خلي الحاجات دي في بالتحضيرات الفطار. انا عملت معاكم يعني كل فيديو بعمل معاكم افكار في الفطار والغدا. والفيديو اللي فات او قبل اللي فات كنت عامله معاكم شويه كده من افكار للفطار، شوفوا الفيديو هيعجبكم. وعملت معاكم مخبوزات برضو كانت حلوه. هعمل شكل تاني بقى. جبت فردت العجينه كده وشرحتها بالسكينه، وبعد كده احط الحشوه وارجع الفها تاني. ممكن تعملي زي خلية النحل، ممكن تعملي اي شكل انت حباه. وممكن تشيليها بقى في الفريزر وبتطلعي الكيس زي ما قلتلك وقت الاستخدام. بس اهم حاجة لو انت شلتيها طرية زي ما هي بعد ما تبرد هتطلعيها تلاقيها طرية، ما تسيبهاش تنشف بره خالص. واهم حاجة بعد ما تطلع من الفرن لازم تكون متغطية علشان تبقى طرية معاكي. لو شلتيها طرية زي ما هي هتطلعيها برضو تلاقيها طرية حسب ما بتشيليها. خلوا الدقيق من المشتريات اللي هي بتبقى أساسية في الشهر. الدقيق من الأساسيات زي الرز وزي المكرونة وزي الشعرية وزي الزيت وزي السكر. فنخلي الدقيق، يعني الدقيق ده حاجة أساسية في البيت دلوقتي. يعني عشان انتوا عايزين ايه نعمل كل حاجة في البيت مع التوفير واكلات اقتصادية كتير. فعشان تقتصدي يعني لازم أن يكون كل حاجة عندك موجودة في البيت، يعني برضو على قدك انتي شوفي ميزانيتك ايه وانتي ماشية بيتك ازاي. يا جماعة التوفير مش ان احنا نشتري ارض واسوأ حاجة في السوق على فكرة. لا، اشتري حاجة جودتها حلوة ولكن حاجات بسيطة. بس اوعي تشتري حاجة جودتها وحشة عشان تقولي انا اوفر. اللي انت هتوفريه قلتلك قبل كده، اللي انت هتوفريه من يما لا قدر الله حد تعب بسبب الحاجة اللي منتجتها اللي يعني مش حلوة، انتاجها سيء مثلا او جودتها سيئة. حد في البيت تعب فتروح للدكتور تصرفي قد كده. يبقى انت عملتي ايه؟ ده مش توفير. التوفير مش حرمان، كل مرة اقول لكم التوفير مش حرمان. التوفير احنا بنوفر حاجة ابدا من حاجة. انت بتشوفي اولويات بيتك ايه، انت ماشية بيتك ازاي، فاهمة بيتك، فاهمة نظام بيتك. يعني كل واحدة وكل ست بيت ممشية بيتها على نظام وهي الأدرى بيه. انا جبت بقى الصفار البيضة، احنا خدنا بياض البيضة عجنت بيه مع العجينة، وعينت شلت الصفار، حطيت عليه شوية من اللبن ودهنت بيه الوش ورشيت عليها سمسم. بحب السمسم قوي في المخبوزات وكمان هو مغذي. خلي السمسم برضو من المشتريات الأساسية عندك في البيت. بدهن بيها كده المعجنات ورشة من السمسم أو حبة البركة. طبعا كده كانوا اختمروا في الوقت ده وانا بدهن وشهم. كان الفرن شغال، خلي الفرن يكون شغال قبلها ب10 دقايق. وعامة المعجنات بتاخد 10 دقايق بس، ما بتزيدش عن 10 دقايق في الفرن، وتراقبيها كويس علشان ما تتحرقش من تحت. يعني هي طالما مختمرة كويس خدت وقت في الاختمار ونفشت كده خلاص، مش بتقعد كتير في الفرن خالص. بخليها تاخد لون من تحت 10 دقايق بس، يعني تظبطي الساعة. وبعد كده بخليها تاخد لون بسيط من فوق. في الوقت ده بقى ايه، خدت اول صينية عملتها. بتكوني بقى عارفة اول صينية وتكون خلاص اختمرت وشكلها بيكون باين قدامك. العجينة هشة وطرية، اعملوها بنفس المكونات ونفس الطريقة هتطلع معاكم كويسة جدا. كده بقى بعد ما طلعت من الفرن لازم تغطيها عشان تفضل طرية معاكي. شايفين بقى كانت طرية بجد والعجينة هشة يعني طعمها وريحتها يعني عجبتهم قوي بجد. يعني شايفين والله يعني شكلها حلو قوي يعني. شايفين هشة من جوه ازاي، وكان طعمها حلو كمان. اتشجعي بقى واعملي كده شوية مخبوزات هتوفر عليكي كتير قوي في الفطار. كلنا بنحتار في وجبة الفطار وبنحتار في وجبة لو عشاء او وجبة خفيفة ما بين الوجبات. دي اللي كانت بالجبنة بالزعتر، عايزة اقول لكم اللي بالزعتر دي طعمها تحفة بجد. جربوها بالحشوات دي، اعملي الحشوات اللي انتي قادرة عليها في مقدرتك. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. كده يكون المخبوزات بتاعتنا الجميلة شكلها بقى جميل ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستنوني في فيديو جديد وافكار جديدة ان شاء الله بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.